كابتن رضا عبد العال تخطى كل الحدود في مكالمة هاتفية في اون تايم مع الاستاذ محمد الليثي. هنسمع المكالمة دي مع بعض. انت ضلالي، انتوا حرامية وبتحبوا الحرام. قال كلام ما يتقالش خالص على الهوا. اتمنى من قنوات اون تايم انها تمنع التعامل مع الكابتن رضا عبد العال. تعال نسمع كده الكلام اللي هو قاله، ويا ابو الصحاب ركز في الكلام اللي هو هيقوله لانه قال كلام ما يتقالش اطلاقا. اسمع معايا كده قال ايه، وبعدين هنرجع نرد عليه في الكلمتين اللي هو هيقولها. طب ولو اتحسبت ضربة الجزاء بتاعت امام عاشور كان ايه الوضع؟ دي مش ضربة جزاء لان الكرة كانت من بره. يا جدع احلف والله يا جدع انتوا والله ما تحلفش ما تحلفش والله امام كان بره. انا ما بحلف تحلفش ما تحلفش يا جدع عليها الطلع من جوه يا جدع. طب اتفرج عليها تاني يا جدع ده الحكم ما رضيش حتى يكلف نفسه انه يسمع الفار. ده الحكم واخد قرار. طب والكرة الثانية مش ضربة جزاء ولا تقف وقع. علمك الحاجات دي ما بيشوفهاش غير رضا عبد العال. لا مش رضا عبد العال، ده رضا الحقاني. لا رضا اللي هو بيقول كلام الحق. والله يا انت بتقول لي ده من بره. يا عم شبانه يعني عيب والله عيب. شبانه مين؟ عيب ما ينفعش كده يعني الضلال كده ما ينفعش. ما ينفعش. لا ده انت السنه اللي فاتت في ماتش الترجي الرجاء الكره جت في رجل الراجل اتحسبت ضربه جزاء. كلكم قلتوا ضربه جزاء ومستحقه. ان السنه دي كره مازندي الراجل لاعب الكره وما شفناش الايد غير لما المخرج عمل عمايله. امبارح المخرج او الفار كان المفروض يا عم هاته بتاعت امام عاشور ويحسب ولا ما يحسبش. طب وانت شفت دي وما شفتش اللعيب بتاع وسط الملعب بتاع الترجي لما فرم رجل مروان يا عم انا قلت امبارح لا قلت يا حبيبي لا قلت احمر مباشر. قلت يطرد بس هو ما رضيش يطرد عشان ان ما عملش ضربه الجزاء. لا دي كانت قبلها. لا كانت قبلها. لا يا حبيبي ده بعديها ضربه الجزاء في الاول. انت شكلك بتتفرج على ماتش تاني. صح والله انت اللي بتتفرج على ماتش تاني. لا والله انتوا بتتفرجوا. انتوا بتبصوا على النادي الاهلي وقرروا. لا انت بتخيل لما الترجي يلعب ب10 كمان ومن الشوط الاول كان الماتش يا حبيبي ماشي بس كان هيجيب ضربه الجزاء. انت مش هتتعادل لو حتى مش هتكسب تاني. لا صدقني يا كابتن. انتوا بتدخلونا في مواضيع عشان تبيني ان انا ضد النادي الاهلي. انا مع الحق. انا سايبك تكتب. انا مع الحق. يعني انت بص انتوا ما بتحبوش الحق. ليه؟ انتوا ما بتحبوش الحق والله ما بتحبوا الحق. يعني انت بتقول لي من بره قول لي لا ايديه ثابته، قول لي ايديه ما اعرفش في جسمه، ايديه ما خرجتش بره، قول اي حاجه. انما تقول لي بره الناس احنا عمي. لا بس يعني احنا عمي يا استاذ محمد. بص انا هقول لك حاجه. ما ينفعش. لا انت الوحيد اللي شايفها جوه. لا مش انا الوحيد. ده جهاد جريشه طلع. مش جهاد جريشه ده راجل حكم. مش طلع قال لك ضربه جزاء صحيحه 100% ولا انت ما شفتهاش ولا ما عدتش عليك ولا الاعداد ما جابهالكش؟ لا جابها لي بس انا شايف ان امام كان بره. لا انت ما بتشوفش بقى كده. لا يعني ده انا بلبس نظاره بقى. انا بلبس نظاره. لا كده. لا مؤاخذه بقى تلبس نظاره. وبعدين اقول لك على حاجه، ما حدش هينزل معاك القبر. ليه؟ خلي بالك. كلمه الحق اهم من الاهلي والزمالك واي حاجه في الدنيا. دي حقيقه. لا قول الحق ماشي. قول ايديك كانت ثابته. وانا بقول لك الحقيقه اللي انا شفتها. صدقني. كانت من بره؟ طب جهاد جريشه لما جابها. طب انا هقول لك لا استنى بس. جهاد جريشه لما جابها ده كان في قلب ال 18 يا. انا هقول لك حاجه، انت تتفرج عليها تاني وانا هتفرج عليها تاني. لا انت ما تقوليش الكلام ده عشان عيب. ليه عيب؟ انا بقعد بص انا بقعد بفصص كل حته وكل ظاهره. انا قلت الفار غلط في كورتين. يعني الكوره الثانيه بتاعت كريم فؤاد ما فيهاش الهوا. ماشي. لا ما فيهاش حاجه. لا طبعا. لان كريم لمس الاول وبعد كده الراجل بدأ يمثل وهو اللي راح على رجل كريم. انما الاولانيه جت في ايد الراجل. فانت ممكن تقول ايه ده؟ ايده كانت ثابته. ايده ما اترفعتش مثلا عشان تبقى اعلى من جسمه او خارجه بره جسمه. واخد بالك. انما تقول لي لا ده من بره. لا احنا مش عمي. لا ما حدش قال كده. انا ما اقدرش اقول كده بس انا عايزك تشوفها تاني. انت بتقول لي من بره. لا انت اللي تشوفها. لا انا بقول لك انا عايزك تشوفها تاني وتتاكد منها وانا اللي هكسب على فكره. صدقني انا اللي هكسب.
الضلال حلو، سيبك انت. لا والله والله الضلال حلو، لا والحرام احلى. لا اعوذ بالله والله العظيم. اعوذ بالله. لا 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 لا. بص يا ابو الصحاب، ادعم الفيديو ده بلايك ووصله لكل الناس، عشان انا ليا كام تعليق بس على الكلام اللي الكابتن رضا عبد العال قاله. اولا يا كابتن رضا عبد العال، انت محلل فني ولا محلل تحكيمي؟ ادي اول سؤال وانتوا اللي لكم الرد عليه. هل انت مكشخ ولا مصري؟ اكيد انت مصري يعني، مش مكشخ، مش هنقول لك كونغولي يا عم. طيب تعالى بقى عشان اقول لك على حاجة تانية انيل. انت بتقول انك اتفرجت على الماتش. الكرة بتاعت مروان عطية دي مش كانت يا جماعة يعني حوالي في الدقيقة 10 او في الدقيقة 12 في الحدود دي؟ المهم ان هي كانت في الشوط الاول وفي بداية الماتش. كرة امام عاشور كانت ايه امتى؟ او الكرة اللي انت بتقول عليها ان هي ضربة جزاء كانت امتى؟ ادي حاجة. تالت حاجة، انت بتدخل موضوع ان كرة القدم اللي هي لهو دنيا، اللي هي الناس اصلا بتتفرج عليها عشان خاطر يعني ايه تفك عن همها، او اللي هي بتتابعها عشان خاطر هي غية، او عشان خاطر انت بتدخل دي حلال وحرام ومحدش يخش معاك القبر، وقول كلمة الحق ايه الكلام ده يا جماعة؟ يا جماعة ده لهو دنيا. كرة القدم دي لهو دنيا. يعني انت شايفها ضربة جزاء انت حر، انا شايفها ضربة جزاء انا حر. مش يعني انت وصلتني لدرجة ان انت دخلتها في حلال وحرام، وصلت لان واحد زي محمد الجبالي طلع قبل كده بيقول لك اللي مش هيقول ان الكرة دي ضربة جزاء هيخش النار. انتوا شفتوا وصلتوا لحد فين؟ اهم حاجة الناس تركز في الكلام، مش كلام يعدي عليك كده وخلاص. اعمل لايك للفيديو ده بالصحاب وشيره في كل مكان، لان الكلام ده والله العظيم مهم يوصل لناس كتير. شكرا لكل الناس، ولازم التوعية عند الناس تكون حاضرة. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.